السلام عليكم، شرايكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. معكم صابرين. اليوم إن شاء الله نديرو لاباتا بيستاش أو عجينة الفستق. الوصفة هادية بزاف شابة، بنينة بنينة بنينة، قد ما نقول لكم شحال بنينة ما نعطيهاش حقها. وشوفوا القوام نتاعها شحال يخرج شباب، يخرج هايل بالبزاف. نبداو بسم الله على بركة الله. هنا عندي بيستاش حوالي 60 غرام، حفنة هكذا تاع بيستاش، عندي 100 غرام تاع شوكولا بيضاء، عندي 3 مغارف كبار تاع الزيت نباتي، مغرفة كبيرة تاع سكر جلاس سكر بودرة، وفنجان تاع لحظة حليب بودرة. استعملت فنجان تاع لاتاي. نتوما زيدوا لا كونتيتي ولا ما عندكمش واش تزيدوا تنقصوا، يعني درت كونتيتي صغيرة. تحبوا ضاعفوا المقادير ضاعفوا المقادير. حطيت الشوكولا تاعي تذوب على حمام مائي وبديت نرحي في البيستاش ديالي. نرحيه بهاد الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها، انه نضغط ونحبس نضغط ونحبس باش الروبو تاعي ما يعياش ويترحى البيستاش بشكل شباب. شوفوا هنا بدا يطلق لي شويه هذاك الزيت، يعني بدا يتعجن هذاك البيستاش. نزيد له حليب بودره ومغرفه كبيره تاع سكر جلاس ونرحيه باش المكونات يدخلوا في بعضهم. نحبط الجناب اللي لا كان لاصق في الجناب نحطه بالمغرفة، ونزيد 3 مغارف كبار تاع زيت نباتي. خدالي واحد نص فنجان. نكمل نرحي وهاديك شوكولا تكون دابت. بعد ما تذوب نزيدها للخليط ديالي، نتحصل على هاد الخليط قبل ما نزيدلو الشوكولا. ودوكا نضيف الشوكولا البيضاء اللي ذوبناها على حمام مائي، ونكمل نرحيها شويه هكا باش المكونات كامل يدخلوا في بعضهم بهذه الطريقة. القوام تاعها ليكيد باسكو مازال ما شديت روحها. نحطها في بلارة ولا في باطا وتكون عندها غلق هاد الباطا باش نحتفظوا بها في الثلاجة. شوفوا هاد القوام قبل ما تبرد، اذا حطيتوها في الفريجيدير وشدت روحها يعني جمدت لكم، حطوها على حمام مائي تذوب، ولا ما دقيقة في الميكرووند، 30 ثانية في الميكرووند تعاود تطلق روحها. هذا هو القوام ديالها بعد ما حكمت روحها. وهذا هو اللون الطبيعي تاع البيستاش، ما زدتلها حتى حاجة، ما زدتلها ني نكهة البيستاش ني ملون غذائي. هذا لون طبيعي. تحبوا تزيدوا لها نتوما باش تعززوا اللون زيدوا لها وتستعملوها في الحلويات تاعكم. وبسلامة تبقاو على خير.